السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا وسريعة، وهي الكبدة وسندوتشات الكبدة. طبعا كل الناس بتحبها. هنعملها طبعا بطريقة بسيطة وسهلة تنفع معاكي في المصيف في الأكلات السريعة. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي ونبدأ كده مع بعض. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. نسمي الله كده ونجيب معانا الكبده بتاعتنا. انا شطفاها كده شطفه بسيطه وحطيتها في مصفى. لو مش حابه تشطفيها براحتك خالص، بس انا بحب كده اغسلها من ايد الجزار، فبديها شطفه بسيطه كده. تمام. بجيب بقى الكبده بتاعتي، انا جايباها قطعه واحده علشان ابدا ان انا اخلي القشره اللي بتبقى بره دي، علشان ما تخليش الكبده تكش منك، ولا ان هي تتني، ولا تبقى متعبة معاكي يعني. فانا بشيل كده القشرة الخارجية اللي بره دي اهو، بتتشال بالراحة خالص. بتفوتي بس كده صباعك من ما بينها وبتتشال معاكي بكل سهولة. تمام اهو. اي حتة فيها كده قشرة الخارجية دي بشيلها. خلاص انا بحط بس ايدي كده بالراحة، وبمشي معاها واحدة واحدة، وهي الدنيا بتظبط على طول. تمام اهو. هبدأ بقى ان انا اقطعها كده تقطيعات خفيفة وبسيطة. تمام اهو. تقطيعه بقى اللي حباها يعني، او الحجم اللي انتي بتحبيه. انا بحبها قطع كده مش صغيره ومش كبيره قوي، بحبها كده قطع متوسطه. فانا هبدا كده اقطعها اهو في السريع. تمام. قطع كده حلوه، بحيث ان هي تبقى باينه كده في قلب الساندوتش ويبقوا عارفين ده ساندوتش ايه. تمام. طبعا الوصفة دي تنفع جدا للمصايف، وهقولك تشيليها ازاي وتعملي ايه. انا طبعا جبت هنا الكبدة بتاعتي خلاص بعد ما قطعتها، وجبت بصلاية مبشورة وطماطمية مبشورة، بحيث انها تبقى متبلة. وهعملها برضو بالتتبيلة دي، مش هشيلها. تمام. عصر كده عصرة ليمونة اهو، علشان الناس اللي ما بتحب زفارة الكبدة. هشيل بس البذور كده منها بتاعة الليمون اهو. وهبدأ ايه، اخلط كل الكلام ده كله كده مع بعض. تمام اهو. بصلايه واحده وطماطمايه واحده بتدي طعم، وبتبقى حلوه جدا لما بتتشوح بيها. تمام. هرش كده رشه ملح خفيفه ورشه كمون، مش هحط اكتر من كده. واحنا بنسوي بقى هرش شويه كزبره. تمام. ويبقى انا كده متبله الكبده بتاعتي. ممكن تاخديها كده معاكي بالتتبيله دي، يعني تتبليها كده وتحطيها في الفريزر وتاخديها معاكي وانت رايحه المصيف او الرحله بتاعتك. هتعملي السندوتشات بقى بيها بالنهار كده قبل ما تنزلي. تمام. معايا هنا كده قرن فلفل احمر، وتلاتة كده من الفلفل الاخضر اللي متوفر عندك. ما عندكيش فلفل احمر مفيش مشكله. تمام. معايا كده معلقه كبيره من الثوم اهو، هخلطهم كده مع بعض. طيب ليه ما خرطتش الفلفل؟ بيبقى ليهم طعم احلى لما بيختلطوا كده مع بعض الثوم والفلفل، بيبقى طعمهم حلو جدا. في طاسه كده على النار هنزل بمعلقه كبيره من السمنه. تمام. وهسيبها كده لحد ما آه تسخن. وهنزل عليها بكل الكبده بتاعتي بالبصل اللي عليها بالطماطم، وهبدا ان انا اديها كده تشويحه حلوه مع بعضها. تمام اهو. ما تقلبيش فيها كتير بحيث ان هي ما تنزلش ميه ولا اي سوائل. بصوا كده انا عشان مش بقلب فيها كتير ما نزلتش اي سوائل خالص اهو. تمام. هوسع بقى كده مكان في النص، وهنزل بالفلفل والثوم اللي انا كنت فرماهم اهو. لو انت رايحه المصيف بتقومي حاطه الخلطه دي في قلب كيس مع الكبده وهي متبله، وتحطيهم مع بعض يا دوبك، بس بتروحي تشوحي وتقلبي الحاجه في طاسه وخلاص على كده، وتبقى السندوتشات بتاعتك جاهزه في دقايق. بصوا كده خلاص انا الخليط كله كده بصوا استوى اهو، كل المكونات كده استوت معايا. هطفي بقى عليها وتعالوا بقى نروح مع بعض نعمل احلى سندوتشات. بصوا كده انا فردت شويه بقدونس كده في الطبق بتاعي. طبعا الكبده بتحب البقدونس جدا، بيبقى طعمها حلو قوي. وفردت كده الكبده عليها. ممكن تعملي جنبها شويه مكرونه عادي جدا. ما بتحبيش وعايزه تعمليها سندوتشات كده للاولاد ياكلوها وهم نازلين، بصوا بتبقى جميله جدا وطعمها حلو قوي. بص اوريكم مستويه ازاي. ما تخليهاش كتير على النار بحيث ان هي ما تنشفش منك. الكبده مش بتاخد سوا كتير. تمام. تشويحتين كده وهتلاقيها استوت منك على طول.
بصوا لونها وفاتحه من جوه ازاي، بجد جميله جدا. تعالوا بقى نجيب كده بقى رغيف عيش بلدي ونعمل سندوتش كده ونشوف الشكل هيبقى عامل ازاي. تمام اهو، له كده نصين خلاص. وهمسك بقى الكبده بتاعتي احطها في قلب السندوتش. وصفه سريعه وبسيطه ومش هتضيع وقتك خالص في المصايف. تلاقي وقت تتفسحي وتخرجي مع عيالك وتنبسطي زي ما هما بينبسطوا بالظبط، وبرضو اكلتيهم وما سبتهمش جعانين، ولا كلفتي نفسك بوصفات من بره وسندوتشات كتيره من بره ولا الكلام ده كله. وصفه جميله ولذيذه، يا ريت تجربوها. بصوا الشكل عامل ازاي، جربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اشتراك ولايك كومنت حلو كده زيكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.